الا كنتم من العشاق ديال البيتزا، اليوم غادي نشارك معكم بزاف ديال الاسرار في هذا الفيديو، وغادي تجيكم بيتزا ديال المطاعم. غير تبعوا الفيديو حتى الاخير واشتركوا في الصفحه باش يوصلكم الجديد. كما كتبان لكم كتجي ناجحه 100% وماشي بالعجين السريع. غير تبعوا الفيديو غادي تشوفوا بزاف ديال الاسرار. اول حاجه درت معلقه ديال الخميره ودرت معلقه ديال السكر وكاس ديال الفينو، خلطت مزيان وضفت عليهم 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، الدقيق الخاص بالحلويات. كنزيد عليه رشيشه ديال الزعتر ونص كاس ديال زيت الزيتون، وكنعجن العجينه ديالي عاديه. وما تنساوش الملح على حسب الذوق. كنجمع العجينه ديالي وكنخليها ترتاح. من بعد كدوز واحد 10 ديال الدقائق كنعاود نجيبها كندلكها شويه وكنعاود نخليها ترتاح. كنريحها المره الثانيه وكنجمعها كما كتشوفوا. اخر حاجه كندير ليها كنجيب شي بواطه وكندير فيها شويه ديال الزيت وكنحط فيها العجينه ديالي، كنمرمدها مزيان وكنقرصها كما كتشوفوا وكنغطي عليها وكندخلها للثلاجه. هاد العجينه هادي كنخليوها كترتاح وكتخمر الاختمار البطيء كما كتشوفوا 24 ساعه وهي في الثلاجه، يعني ما كنزربش عليها باش تعطيني نتيجه مزيانه. هنايا ملي داز 24 ساعه جبتها من الثلاجه، خليتها حتى عاود خمرات واحد شويه وحيدات منها البروده. حطيتها فوق البلا دو طرافاي وكنقطعها على شكل بيتزات صغار او لا 2 بيتزات كبار. انا هنا عطاتني 2 بيتزات، القياس ديالهم تقريبا 200 غرام في كل وحده. كنقطعهم وكنلولبهم عادي كما البيتزا. كنقرصهم بالدقيق ديال الفينو باش كتجي البيتزا ديالنا حرشه شويه. والسر ديالها كتبغي تروبوزا، وقت ما قرصناها كنخليوها ترتاح حتى كترطاب مزيان. عاد كنبداو في التقراص ديالها في اللاطه اللي غتدخل الفران. هنا جبت واحد المقله باش نصايب الحشوه. درت صدر ديال الدجاج، معلقه ديال الزبده، الملح والبزار والثومه بودره. كنطيب الصدر ديال الدجاج مزيان. كما شفتوا البيتزا ديالي خليتها ارتاحت في كل مرحله. هنا كتشوفوا العجينه ناجحه 100%. كنعمرها مباشره بعد ما تقبتها. كندير الكريمه مع الجبن وكنخلطهم بجوج وكنديرهم هما الاولين. كنزيد عليهم الفرماج والموتزاريلا والصدر اللي طيبته قبل، وكنزيد الشامبينيون هو اللي كيعطي مذاق زوين في هذه الحشوه. من بعد كنرش رشيشه ديال الزعتر والفرماج ضروري من الفوق لان البيتزا هي الفرماج. وكنكون ديجا سخنت الفران مزيان لاعلى درجه. ملي كندخل البيتزا كنقص عليه باش طيب على خاطرها. هذه هي البيتزا، غير دخلتها الفران تنفخات حيت الفران كان سخون، والنتيجه هي هذه. راه كتجي اكثر من رائعه. غير جربوا هذه الطريقه وخليو العجينه ديالكم تخمر مزيان وما تزربوش عليها الا بغيتو تاكلوا بيتزا زوينه بحال هكا.